في المغرب وبشكل نادر يشكو نادي الفتح الرياضي الرباطي الحائز على 5 كؤوس محلية ولقب كأس الاتحاد الإفريقي يشكو من هجر جماهيره له، مما يصعب من مهمة الفريق في المنافسات المختلفة. كل التفاصيل في تقرير مراسلنا في المغرب الأخضر النوالي. احتل نادي الفتح الرياضي الرباطي مكانته في القلوب منذ عقود، وكان بقاعدة جماهيرية عريضة تؤرخ لفتوحاته. تحكي الوقائع أن سنوات الستينات والسبعينات كانت تسجل مدرجات غاصة بالناس تتابع الفيوز وما يصنع. الفتح انا في القلب ديالي، انا ساكن في ستوكهولم وديما قلبي مع الفتح ونبقى ديما فتحي. والجمهور ديال اللي كان من قبل هو ماشي هو الجمهور ديال دابا. الجمهور كانوا الناس يطلعوا بولادهم، تيطلعوا بالعائلات ديالهم، وكان التيران تلقاه مليان البلاصه ديالك ما ترقاصي. وهذا هو اللي باغي نقول. واستاد مارو كانت فريق، من بعد عاد زاد الجيش، ولكن اللي كانوا معروفين بزاف هي استاد ماروكان والفتح. الحكاية هذه عرفت انقلابا في الوقائع، حيث تحولت مدرجات الملاعب التي كانت مكتظة بأحباب الفتح إلى زمرة قليلة تعين بحناجرها نادي الباب الكبير. وبالرغم من أنه نال 5 كؤوس وجلب لقب الكاف، بقيت قاعدة الأنصار محدودة، والأسباب تتحدث. في تحليلات ما يلاحق النادي الأحمر تحولات وقعت في المزاج العام. الفتح هو الدافع الأول لضريبة هجرة الجماهير من الملاعب، وباقي الأفكار تتجاذب. نقوم بحملات تحسيسية في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، نقوم بحث الجماهير على التنقل، ونحاول التواصل مع المكتب المسير من أجل توفير وسائل النقل، ونعمل مع المكتب المسير من أجل فتح التواصل، لأن هناك غياب تواصل كبير بين الفريق والجمهور. وعلاش لا اللي ما تكونش ندوات الفتح الرباطي مع الجمهور، وكل واحد يعني يقترح المشكل اللي عنده، وندوات تكون مثلا في مثلا باب الرواح، او لا تكون يعني في واحد المجال مفتوح، ويعني ويخليو المجتمع بجميع الشرائح ديالو، بالخصوص هنا في مدينة الرباط كل واحد يطرح الاشكال اللي عنده. بالرغم مما جرى ويجري، فإن الفتح الصامد بلا جماهير يحاول التنقيب عن المجد بلا سند، وهي عملية مميزة ونادرة الحدوث. ناد يلعب الأدوار الطلائعية محروما من سلاحه الجماهيري، لكن الأمل أن يسترجع الفتح الرباطي أحبابه لكي يتوازى ذلك مع نفوذه. الأخضر نوالي، الجزيرة الرياضية، الرباط.